السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكتاش يحدد سعر بيع موليكا للأهلي. أكد شاهيون كازينجي المدير الرياضي لبشكتاش التركي أن الأهلي لم يتقدم بأي عروض لضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق. وقال شاهيون كازينجي في تصريحاته: الأهلي لم يتقدم لنا بعرض لضم جاكسون موليكا، نحن منفتحون على بيع اللاعب بالفعل إذا تلقينا عرضا جيدا. واختتم: حددنا سعر 6 مليون يورو لبيع موليكا ولم نتلقى أي عروض من أي نادي مصري بشأن اللاعب. وكانت هناك بعض التقارير قد كشفت في وقت سابق أن النادي التركي قد استقر على الإطاحة بالمهاجم الكونغولي الشاب جاكسون موليكا عن النادي بنهاية الموسم الجاري في ظل عدم نجاح الكونغولي في الموسم الجاري وخروجه من حسابات المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة. ويرتبط جاكسون موليكا لاعب نادي بشكتاش التركي بالانتقال للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على قرار من جانب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تدعيم صفوفه بداية من الموسم القادم. مصير مشاركة ثنائي الأهلي أمام الوداد في النهائي الأفريقي. مصادر صحفية تحدثت عن مصير مشاركة الثنائي حمدي فتحي وعلي لطفي في مباراة الوداد المغربي في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا في ظل معاناة الثنائي من الإصابة القوية ووجود شكوك حول مشاركتهم أمام الوداد المغربي. وقالت حمدي فتحي: في البداية الكلام كان عليه كتير، امبارح في المران حس بتقل في ألم العضلة الخلفية، وأخبر الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي تم عمل اختبار له وخاض تدريبات جري في المران، ولكن شعر باستمرار آلام وقرر عدم استكمال المران، وخاض على أشعة أثبتت ثقل في العضلة الخلفية وهيتحط له برنامج تأهيلي. لكن حمدي فتحي سوف يكون جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي أفريقيا، خاصة وأن الإصابة خفيفة، وسوف يكون على رأس قائمة الأهلي للمباراتين. والخبر السعيد للجماهير والجهاز الفني. وعن جاهزية علي لطفي بنسبة كبيرة سوف يكون في قائمة الأهلي لمباراتي الوداد. والخبر الجيد هو جاهزية محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وهو أمر مطمئن للغاية إن شاء الله. في الختام ما تنساش عمل لايك للفيديو، اشترك في قناتنا وفعل جرس الإشعارات من أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.